دخل اللاعب إسكو إلى قائمة لاعبين سيئين الحظ في كرة القدم، محروم من اللعب مع منتخبه الوطني أسبانيا وحتى فريقه الحالي ريال بيتيس. إسكو بعد مشواره مع ريال مدريد ما كانش فيه نادي عايز يتعاقد معاه، ويشاء القدر وينتقل إلى ريال بيتيس. وفعلا إسكو عاد للحياة من جديد وتألق مع فريقه بالدوري الأسباني، ودخل أخيرا إلى قائمة المنتخب الأسباني للعب اليورو. ولكن فرحة اللاعب ما كملتش بسبب تعرضه لإصابة قوية، غاب بعدها 8 شهور عن الملاعب وضاع معاها حلم اليورو. ونيجي بقى للموسم الحالي، رجع تاني إسكو ما استسلمش ولعب من جديد مع فريق لتحقيق حلمه الأساسي، وهو اللعب مع المنتخب في كأس العالم واليورو. ولكن من جديد يتعرض للإصابة ويغيب بعدها 3 شهور عن الملاعب بسبب ودية. بس المرة دي رجع اللاعب بسرعة للملاعب مع إصراره لتحقيق هدف حلمه مع المنتخب. ولكن المفاجأة برضه يتصاب في مباراة تألقه مع بيتيس بعد تدخل حاد من زميله بالفريق مرابط عن طريق الخطأ. ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان بيساعد الفترة الجاية.